عاملين ايه؟ وحشتنا جدا جدا. النهارده كوكي سهرانه كالعاده معانا. احنا رايحين بكره نجيب حاجات، وهي مش هتروح الدار ولا وراها درس ولا وراها حاجه، فهتقدر تيجي معايا علشان ما فيش حد في البيت تقعد معاه. وانتوا عارفين التوأم بقى هودوهم عند حماتي. تمام، يلا. عايزه طبعا كوكي تسهر، عايزه ايه سهره؟ بعمل لها رز بلبن. وعايزه حاجه بقى سريعه لازم قبل احنا اول حاجه جبنا اول حاجه قلت لكم ليه كان عندي اول حاجه الفطار، تاني حاجة اعملها فشار اهو. هنحط الحلة على النار، اعملها فشار واعمل شاي. واول حاجه هعمل شاي هنخلص وارجع لك. لبن لا لا، ما كانش يفوتكم. انا بصب في القهوة وبصب في الشاي وعمال اتكلم معاكم. والتليفون ما كانش اصلا مفتوح تصوير، كانش بيصور. بصب القهوة عمالة اوريكم في الوش واتاريه مش بيصور، بوريكم بات كوكي دي الصغنونة الحلوة ديت. والتليفون ما كانش بيصور، فوقفت صب وببص لقيته واقف. جيت شغلت، قلت اشغل بقى التليفون. قال بحط سكر وبصب في القهوة، حاسه ان هو بيصور يرضيكوا. المهم انا عملت لابو مكة قهوة عشان عايز قهوة مش عايز شاي. وانا عملت شاي ليا والقزعة الصغيرة دي بتاعت كوكا. مكة بتحب تشرب فيها قوي. وهنا بقى الفشار بتاعنا تحفة. بصوا يا بنات، مفشر كله كله في فشار، مفهوش ولا واحدة ما فشرتش. بصوا ريحته بقى قلب البيت. ريحته بيبقى احلى من طعمه اصلا. ماشي. كده هو. ارجعي يا كوكا ورا. شوف كوكا بقى نط في قلب الحاجة. شفتوا بقى؟ كده مش ناقصنا اي حاجة غير اللب بس. والرز بلبن على فكرة نزل. بصوا عبيت في الاطباق اهوت، بس لسه ما كملتش عشان الشاي والقهوة طبعا هيبردوا. فاحط لهم بقى وانا واقفة كده امسك كوباية الشاي وانا بحط اللبن او اسيبها تبرد شويه. هو مفضلش يكتر في الحله يعني. هو طلع قبل الفشار ما يطلع يعني. طب الرز بلبن طاب قبل الفشار ما يطلع. بص اللب بقى، اللب ده انا بعشقه. ايه رايكم بقى؟ اتفضلوا معانا.